السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الام. فاحنا النهارده هنعمل هديه للمس في المدرسه. هنعمل لها هديه بسيطه كده وسهله. هيكون البطل معانا هو القلم الاحمر طبعا، لان كل المدرسين بتوعنا بيصححوا بيه. فهيكون معانا القلم اللي مش عايز يتفتح ده. لا اتفتح. هو القلم الاحمر دوت. تمام. مش هنقفله عشان نعرف نفتحه تاني. وهيكون معانا مربع من الفوم باللون الاخضر مقاسه 7 سنتي في 7 سنتي. ومعانا 5 مربعات من الفوم الاصفر مقاسهم كان 10 سنتي في 10 سنتي. وهنحتاج لأي غطا عندنا. وهنحتاج لشرايط من الفوم باللون الاخضر، بس اهم حاجة يكون في شريط منهم بنفس مقاس اللبيسة بتاعت القلم بالظبط. وهنحتاج كمان لشرايط رفيعة زي دي. هيكون ده شكلها. معانا هنا المكوة بتاعة الملابس، هنحط عليها دي وهنسيبها انها تبقى بالمنظر ده. هنيجي بعد كده هناخد المربع اللي معانا وهنتنيه بالمنظر ده. وهنيجي من هنا وهنعمل دوران، ومن الناحية التانية كمان دوران، وهنفتحها كده وهنتنيهم وهنعمل دوران من هنا ودوران من هنا. هنعمل الاربع قطع اللي باقيين معانا بنفس الطريقة دي. احنا عملناهم كلهم اهو بالشكل ده. هنيجي على اخر واحدة احنا رفعناها من هنا شوية، وهنقوم فاصلين الجزئين دول عن بعض، وهنبتدي ان احنا نشتغل في الوردة بتاعتنا. فاول حاجة ان احنا عايزين نلزق دول فيها هنا كده، بس قبل ما نلزقهم طبعا هنحطهم على المكوة. وهنبتدي ان احنا نلف اول وردة هنا، هنحط سيليكون وهناخد دي فوقها كده، ونتلسع عادي مفيش مشكلة. نحطها كده وهنحط سيليكون هنا وهنا، وهنحط دي كده. هناخد الورد اللي معانا وهنحطه على المكوة، وهنعمل بس كده بايدينا فيه.
هندخلها كده. هنعمل الورد اللي معانا كله على المكوة بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها الوردة دي. هنجيب الورق اللي معانا وهندخله برضو بنفس الطريقة، وهنبدأ ان احنا نلزق، بس هنلزق من تحت شوية. هندخل الورقة اللي بعدها وهنلزق برضو من تحت. اما دي فاحنا هننزلها تحت شوية كده، وهنحط السيليكون في الجزء ده. هيكون ده شكلها. هنحط لها الجزء ده، انا عايزة احطه كده. هنحط له بس نقطة سيليكون، وعلشان نغلف الساق دي فاحنا هنحط الغطا، وبعد كده نثبت الجزء ده هنا على حدود الغطا كده، نلزق ونتلسع، مفيش اي مشكلة. وهنبتدي ان احنا نلفه لحد فوق، بس الاول عايزين نشيل الغطا ده كده ونشد، واحنا بنلفها نشدها. هنقصها كده. هناخد القطعة دي وهنغلف بيها الغطا اللي معانا. ده بقى شكله كده مؤقتا. هنجيب بقى الشرايط اللي معانا دي وهنبتدي ان احنا نقصها كده. قصيناهم التلاتة بالشكل ده. لو تلاحظوا في واحدة اقل في العرض شوية من دول، هنحطهم على المكوة برضو. هنسيبهم ياخدوا الشكل الكيرف ده كده مع نفسهم. في الاول احنا هنلفهم فوق، هنلفها من فوق الاول شوية كده. هنحط سيليكون هنا، هنديها بس لفة واحدة من فوق، وبعد كده هننزل اللفة على تحت.
ده كده هيكون شكله. هنحط سيليكون هنا، هنلزقه في الغطا. هناخد بقى الشريط اللي كان باقي معانا ده وهنلفه على الغطا برضو كده. هنجيب اي حاجة عندنا، قماش جوخ او قطعة فوم باللون البني، وهنحطها عشان نداري بيها القاعدة. انا ما عادش عندي اخضر فاستعملت بني، بس لو عندكم اللون الاخضر غطوا بيه القاعدة. فهنحط سيليكون هنا، وهنقص الزوايد. وهيكون ده الشكل النهائي معانا. قلم على شكل فازة، انه يتحط على المكتب عادي بتاع المدرسة بتاعتنا قدامها، هيبقى شكله جميل قوي وتطلعه بمنتهى السهولة، بس هو مش عايز يطلع بسهولة. ونكتب اللي احنا عايزين نكتبه براحتنا جدا، مفيش اي مشكلة. اتمنى ان الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.